سلام عليكم. انا ست تعبت وشقيت وطلعت روحي حرفيا علشان اخلي ابني ده مش محتاج حاجه ابدا، اشوفه دايما مستقر ومبسوط في حياته. من يوم ما اتولد وهو ظهري وسندي، وكنت دايما بقول ان اكبر واول فرحه في حياتي في الدنيا كلها هي يوم ما اشوفه داخل بيته ومبسوط وسعيد ومتهني مع مراته اللي اختارها. انا عمري ما اعتمدت على حد ولا مديت ايدي لحد، كنت بقول ربنا بيبارك في القليل وبيكبره كمان. الحمد لله تعبت وشقيت وحوشت فلوس كتير جدا لحد ما قدرت ان انا اجيب لابني شقة ويعيش فيها هو وبنت الناس اللي هيختارها. وفعلا ابني حب واحدة واختارها بنفسه، ورحت خطبته له وراحت اتفرجت على الشقة وعجبتها جدا. وجي بقى اليوم اللي انا كنت بتمناه من زمان، اليوم اللي هنختار فيه عفش الشقة ونفرح كلنا. بس بصراحة اليوم ده كان تقيل جدا واتحرق دمي فيه جامد قوي، لاني كنت متخيلة نفسي واقفة وسطهم بختار العفش واقول لهم دي حلوه، دي تمشي هنا، دي تبقى شيك، دي مش هتنفع، ويبقوا كلهم مقدرين ان انا الست اللي قدامهم اللي صرفت وضحيت وجبت كل حاجه من غير ما ابني ما يتعب في قشايه، عشان خاطر ابني ما يتبهدلش في الايجار الجديد ولا يمد ايده لحد. لكن اللي حصل بقى كان صدمه بصراحه، وجع قلبي جدا. ابني جه بيقول لي بكل هدوء: يا ماما خطيبتي ومامتها عايزين يجوا يختاروا العفش. قلت له ماشي يا حبيبي اللي يريحك، انا مش ضدهم ان هما يختاروا، بالعكس ده بيتها وبيتك انت كمان، ومن حقي برضو افرح وانا اختار معاكم ونشوف اللي يعجبنا كلنا. المهم رحنا، بس من اول لحظة حسيت ان الموضوع ماشي غلط. كل حاجة احط عيني عليها الاقي خطيبته واقفة تقول له انا مش عايزة دي، وتروح مختارة حاجة تانية خالص مختلفة خالص عن اللي انا بختاره، لا شكل ولا جودة ولا حتى مناسبة للشقة. ساعتها قلت يمكن البنت صغيرة وذوقها غير ذوق الكبار. رحت لمامتها علشان خاطر اكلمها كلمتين واقول لها شوفي بنتك بتختار ايه، مستنية منها كلمة تقدير مثلا. لكن ردها كان زي دش المية الساقعة على راسي. قالت لي بكل برود كده بمنتهى الجفاف: على فكرة دي شقتها وهي وجوزها أحرار يختاروا اللي يريحهم، يعني بالعربي كده ملكيش دعوة. أنا اللي اشتريت الشقة، أنا اللي كنت بدفع تمن الشقة كله وهدفع تمن العفش. فجأة لقيت نفسي كده ماليش دعوة بأي حاجة، كأني ما كنتش طول السنين دي بشتغل وبتعب وبوفر عشان اليوم ده. ساعتها وقفت وقلت لنفسي خلاص، طالما اختياري بقى مش عاجب حد يبقى اختاروا انتوا بقى براحتكم، بس على حسابكم، محدش يجي يطلب مني قرش. قلتها كده بمنتهى الوضوح، مادام مش عاجبهم اللي انا بختاره والبنت عايزه كل حاجه بمزاجها هي. النهارده بقى هم زعلانين، ومش زعلانين وبس، لا ده كمان بيرموا الغلط عليا. بيقولوا لي ان انا قلبت الدنيا واتخنقت على الفاضي، وانه عادي جدا البنت تختار كل حاجه. طب وانا اللي اشتريت الشقه واتحملت كل حاجه وهدفع فلوس العفش كلها وهي مش هتدفع ولا مليم. انا اللي كنت ناوي افرشها من جيبي وباحسن حاجه، محدش فكر يقول حتى كلمه شكرا. البنت جايه عايزه بيت جاهز، شقه جاهزه، عفش جاهز، وكل ده وهي واقفه بتتامر كانها بتشتري من جيبها. انا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي بعد كده ولا اتصرف ازاي. انا بقى محتاجه كلمه حق. هل انا كده غلطانه، ولا يمكن الزمن اتغير وما بقاش في حاجه اسمها تقدير ولا احترام؟ بص يا ست الكل، البنت مالها ومال اللي حضرتك عملتيه لابنك من سنين؟ انت لما ساعدتيه لانه ابنك وعشان يشق طريقه ويتجوز ويستقر. بص يا ست الكل، من حق اي بنت يبقى ليها شقه وعفش وحياه مستقله، من حقها تختار كل تفصيله في بيتها بايديها طالما هي اللي هتعيش فيه. وانتي بنفسك قلتي انها اختارت حاجات بمزاجها، يعني مش امها اللي فرضت عليها ولا قالت لها هاتي ده وسيبي ده، بالعكس امها كانت سايباها براحتها جدا وكانت واقفه زيها زيك بالظبط بتساعد يعني برايها مش اكتر. طب ليه بقى محدش قال ان ام العروسه جهزت بنتها باحسن جهاز؟ من حق بنتها تختار وتعيش مرتاحه في البيت اللي اختارت كل تفصيله فيه. ليه يا جماعه الموضوع لما بيجي على البنت بيتقلب؟ لا دي بتتكبر، لا دي بتختار على مزاجها. هو مش من حقها زيها زي ابنك بالظبط؟ الموضوع مش شد وجذب، الموضوع لازم يكون في عدل. وهي ما عملتش غير انها استخدمت حقها الطبيعي انها تختار حاجتها بنفسها وتعيش في بيتها براحتها، مش اكتر من كده. بلاش الشد والجذب ده يا جماعه، هو اللي بيخلي المواضيع تكبر. مستنيه اعرف رايكم في التعليقات، واستنوني ان شاء الله في مشكله جديده الحلقه الجايه. سلام عليكم.